هل استحق الاهلي ضربة جزاء في الكرة اللي قدامك ديت؟ الصورة بألف كلمة. المنع واضح جدا من مدافع البنك الاهلي لمروان عثمان زي ما انت شايف. يمكن هي دفعة بسيطة، هي دفعة خفيفة، ولكن منعه من الوصول للكورة، ودي اهم حاجة في اللقطة اللي قدامك. عشان ممكن واحد يقول لك اصل يا عم دي زقة خفيفة، ما هو زقة خفيفة دي منعته من ان هو يوصل للكورة ويروح انفراد ويروح يهاجم المرمى. من هنا لقطة الخطأ، ومن هنا كان المفروض الكورة دي الفار يرجع الحكم الغير أمين عشان يشوف الكورة دي وتتحسب ضربة جزاء، لأن الكورة كانت قدام عينه، وضربة جزاء غير محتسبة من وجهة نظري للنادي الأهلي والمروان عثمان. الكورة اللي قدامك دي ضربة جزاء ما فيهاش كلام، ما فيهاش نقاش، وإعاقة واضحة لمروان عثمان ومنعه من الوصول للكورة زي ما أنا موقف لك الصورة وزي ما هو باين. ولكن لحد إمتى هنفضل نلعب بكوكا؟ ولحد امتى هنفضل نجيب صفقات في شنك زي احمد عيد اللي استنوا عنه فيديو كمان شوية عن اسوأ باك يمين لبس تيشيرت النادي الاهلي؟ احمد عيد حرفيا بيقدم شوط كارثي النهارده، وبيثبت بالافعال زي ما انا قلت قبل الصفقه دي ما تتم رسمي انه اسوأ باك يمين هيرتدي تيشيرت النادي الاهلي. زي الكره اللي قدامك دي كده في كوره الجول، بدل ما يضغط على الراجل ويقفل عليه ويسد الزاويه، لا ده سابه وراح، وبعد كده بيلوم على بن شرقي. احمد عيد تقريبا طول ال 60 دقيقه او ال 65 دقيقه اللي لعبها بياخد الكوره ويروح مرجعها لاحمد رمضان بيكهام، تقريبا ما لعبش كوره لقدام خالص غير الكوره اللي انا هوريها لك دي. ويوم ما فكر انه يلعب كوره لقدام لعبها في الاوت زي ما انت شايف كده بالظبط. عنده دقه في تمريراته مفيش اعظم من كده بصراحه. طيب اكيد بقى الراجل ده بيلعب عرضيات وهيروق علينا. ايوه اتفرج كده على العرضيات. كنا بنتريق زمان على محمد هاني انه بيلعب العرضيات في اللعيبه، ده بقى ما بيعرفش يوصلها حتى اللعيبه. وده اغرب فاول ممكن تشوفه من مدافع في التاريخ، ان هو يعمل دفعه زي دي في ظهر المهاجم في مكان خطر زي ده، ممكن يطرد فيه عادي جدا. مصطفى شلبي النهارده حرفيا عمل كل اللي هو عايزه في المباراه بسببه، وتنجم كمان على حسه. اتفرج معايا هنا، بدل ما يضغط عليه ويبقى لعيب شرس وياخد الكوره يقطعها يطلعها اوت، حتى يعمل اي حاجه يعمل اي منظر، لا عمال يرجع ورا يرجع ورا يرجع ورا. مصطفى شلبي عامل ان هو بيرقص وياخده ويروح، بص فاتح له الزاويه خالص ازاي. وهنا حتى بعد ما فتح له الزاويه بدل ما يعمل بلوك لا شابه يشوط. وعلى فكرة ده كان كلامي عن أحمد عيد أول ما قالوا خلاص أحمد عيد هيجي الأهلي قبل الإعلان أصلا عن الصفقة تماما، وقلت إنه باك ضعيف جدا جدا دفاعيا وأبيض هجوميا وبدنيا مش أفضل حاجة. وناس كتير قعدت تغلط فيا وتشتمني وتقول لي يا عم أنت بتفهم حاجة، يا عم روح نام، أتاريك ما تفهمش حاجة، وأتاريك ما اتفرجتش على أحمد عيد ومش متابع كويس. ومن أول شوط النهاردة اتكشف وبان إنه زي صفقات بيكهام وكوكا وغيره وغيره وغيره.